فيلم انمي الا شكشكتين. هو صح تشوفوه مال جهال بس راح يعجبكم. اسم الفيلم حياة الامبراطور الجديد، ويبدي الفيلم بواحد امبراطور متحول حيوان اسمه لاما يشبه الصخلة، ونشوفه يحكي قصته ويكون اسمه كاسكو، ونعرف انه كاسكو مغرور وشايل خشمه ومية خراس، وحتى بعد ما تحول صخلة يكون لسه شايف نفسه لانه كان امبراطور، ويقول انا الامبراطور كاسكو اتحول صخلة خرب بالطابة. ويقول رجعوا الفيلم من البداية خلي الناس تعرف هاي الصخلة شنو كانت. وفعلا نرجع لورا لما كان طفل يرضع ممية، ويقول للمخرج وين رجعتنا رحمة لأمك راحت الهيبة. ولما يكبر نشوفه شلون كان مونس نفسه وبس يتمرقص مثل العفطية، وكانوا عدش قد خدم بقد التمن ولاعب بيهم جولة، يفرشوا له سجاد ويشمروا له ورد وحتى يصعدوا للعرش مالته. يعني شباب كان حالبهم حلب، حتى مرات لما يضوج يرقصوا له ويهفوا له ويوكلوه ويشربوه وهو بس قاعد وساكت على عرشه. الله وكيلكم كل شي ما يسوي، وما شايف عرش معرت بيه وما يقوم منه، حتى نوم ينام عليه، والنوم مسوي له شلون ختم مال بوس ما يريد يتعب نفسه. وهذول اللوقيه يغنوا له ويكبرون راسه بعد اكثر. واثناء ما يرقص الحج يدوس على حذائه، رأسا يلزموه يشمروا من الطابق المليون، وكان قاعد بقصره مخلصها بس دق ورقص. والجنود اللي عنده عبالكم حاطيهم للحرب؟ لا عيني لا، اذا ما يعرف يرقص اصلا ما يعينه. يدخل للغرفة والمأذون يجيب له بنات يتزوج وحدة من عندهن، وابو راس اليابس ولا وحدة تعجبه، ويقول للمأذون ايش هالزبايل اللي جايبها. وبهاللحظة نشوف واحد شنحيت يوصل للقصر اسمه باتشا، ويكون باتشا فلاح، وكاسكو داز له دعوة وجاي حتى يلتقي بيه. يدخل القصر وهو دا يمشي على حب الله، يجي نعال تايح ويطلع نعال الحجي. الحجي يقول له لك شلون شمروني شمرة احس معدتي طلعت من حلقي. ويقول الباتشا اذا تروح لهم راح يفشون كرشك ويشمروك من الطابق المليار، انصحك ترجع لاهلك احسن لك. بس باتشا يصير يدخل للقصر لانه دازي له دعوه. وبهاللحظه نشوف وحده شنها ابو بريز قاعده على عرش الامبراطور اسمها ازما، وتكون ازما مستشاره كاسكو، وهي قاعده على عرشه وحاليه لها القاعده عبالك ما خلفوها. اما كرونك فكان مساعدها وايدها اليمنى. يجي واحد من الفلاحين يحكي مشكلته الها حتى تحلها، وهو يحكي وهي اصلا بالها مو يمه، وترفض الساعده بدون ما تفتهم منه اصلا شيري. والمشكله انه بس يلعب بوجهها. يا معودة كافي الله يخليك، هو انت بدون كل شي كأنك سعلوه. المهم وفجأة يدخل كاسكو ويشوفها قاعدة على عرشه. ازمة كلش تخاف وتتوتر، وكاسكو يقول لها الله بالخير، ولك منو مسخم وجهك وقال لك تعي قعدي بمكاني، وعاد ما تريدين انطيك ملابسي؟ وازمة تحاول تثولها عليه وتقول له هذول الفلاحين مشاكلهم ما تخلص، وما حبيت ازعجك بسوالفهم. وكاسكو يقول لها انت مطرودة من الخدمة، شوفي ليش مكان تباتين بيه، بعد ما اريد اشوف وجهك هذا اللي يخوف. وهنا ازمة تضوج وتتحلف له. بهاللحظة يدخل باتشا وكاسكو يستقبله، ياخذه جوا يقول له اريد اخذ رايك بشغله. يشوفه مجسم لقريته ويقول له ما شاء الله عندك هاي الاطلالة فوق التل الا شكشكتين. وباتشا يقول له احنا صار لنا سنين بهالقرية نربي صخول وهوايش. كاسكو يقول له ما شاء الله الظاهر متربى وياهن لان صار كأنك هايشه. وباتشا يقول له هالقرية عاشوا عليها 6 اجيال. كاسكو يقول له وين اكثر مكان توصل للشمس؟ يقول له فوق على القمة. ويقول له اشكرك ما قصرت، يلا توكل لاهلك. ورأسا يخلي قصره ويقول له هنا حيصير منتجع الصيفي. ويقول له باشر عيد ميلادي واريد اونس نفسي شوية، اتحضر باكر راح يجون جنودي على قريتك وينعلون والديها، انصحكم تلحقون تشوفون مكان تباتون بيه. باتشا يستغرب ويقول له احنا وين راح نعيش؟ انت وين راح تديحنا؟ يقول له ايش ما ادريني، تريد تبات ويا الصخول ويا الهوايش، هاي مشكلتك حبيبي مو مشكلتي. ورأسا ياخذون الحراس ويشحطوه برا. وبهاللحظة نشوف كرونك يخلي تماثيل كاسكو وازمة تفلشها حتى تبرد قلبها شوية، وكل ما تكسر تمثال يخلي لها بعد واحد، وتقول هذا الصعلوك يعزلني ولك انا ربيته بيدي من كان سلبوح. وتقول لكرونك لازم نعلس كاسكو ونخلص منه. يقول لها كاسكو الحقيقي؟ تقول له العدب بن خالته ضرورا نعلسه، وهو بالاساس ما عنده ولي عهد، يعني انا اللي راح احكم هاي الامبراطوريه كلها. كرونك يقول لها انت مطروده من خدمه، شلون راح تحكميها؟ وتقول له اللي يعرفون بي انطردت هم 3 وعن قريب حيبقون بس 2. كرونك يقول له اكيد انا واحد من هذول ال2. يروحون على الباب السريه ومن خلالها يدخلون للمعمل السحري. يدخلون المعمل وإزمة تفكر تحوله بقاية وتحبسه بالصندوق وتعلسه، بس بالغلط يوقع السم عن نبته ويعطبها، وتجيها فكرة أحلى إنه الشرب السم وتخلص منه. فعلا يجهزون الأكل ويحضرون السم اللي راح ينطول كاسكو. وبهالأثناء يدخل ويقول للإزمة خما زعلانة مني. تقول لا بالعكس ولا نقطة زعل. وتقول لكرونك حضر الكاسكو هذا المشروب الطيب اللي قلت لك عليه. فعلا يبدي حضره وتقوب التفاعلات ويقدمه له. يقول له داش تم ريحة الشاط.
يروح يجيب الاكل على السريع، وازمه تقول لعبتها النفسي الامبراطور عطشان انطيه عصير بسرعه، والاثول ينسى يا جلاس خلى السم، فيرجع على السريع يخلطهن ويترسم، يقدمه إله ويقول له اشربين مسموم. كاسكو يجره للشعب وهذا يسوي نفسه يشرب، وازمه الشمره بالسندانه. كاسكو تقوم تطول اذانه شويه شويه وينصدمون وهو ما يدري ايش دا يصير، رقبته تطول ويقوم يتحول صخله، وازمه تاشر لكرونك تقول له ضربه يا معود، وهذا الغبي يقول له شنو تريدين اوكله؟ فعلا يضربه ويكوم مكانه، ويتفاجئون لانه تحول صخله وان المفروض يموت. تشوف المستحضر ويطلع كرونك من طين مستحضر الصخله بمكان السم. ازمه تعصب بتقول له ولك انا اريد حلبه محول يا صخله، لك اريد يموت، امشي بسرعه واخذه بعيد وعلسه هناك. يقول له الله علي جوعان، يصير اكل قبل لا اودي. فعلا يزقنب وياخذ الفجر بالقونيه وينهزم بيه ويشيله ويشمره بالمي. كرونك يشوف المجري اللي يروح بيه بعد ما يرجع، ضميره يصحى بس يبقى متردد، ويقرر ينقذه باخر لحظه. ونشوف اللي يوقع جوه بعد سلم لي. الكاميرا ترجع ورا وتوصل للقرد اللي ما له علاقه بالموضوع، وكاسكو يقول للمخرج ترى لعبتها النفسي، عمي عوف القرد وارجع كمل قصتي. فعلا نرجع لكرونك وهو شايله ويناقل بيه وما يعرف وين يشمره، وبالغلط يدوس على بزونه ويزحلق وتنشمر القونيه على عربانه هذا الفلاح. عادي شباب يعني تصدف بارقى العوائل تصير، هذا الفيلم كل شيء راح تلقى بيه. المهم كرونك يبقى يدور عليه بس يتيه بنص الهوسه. باتشا يوصل لقريته اللي المفروض كاسكو يفلشها، وزعاطيطه يتلقوه بالطريق، وامهم تقول لهم روحوا ناموا كافي سهر. يبقون يتوسنون بابوهم ويسوون نفسهم فقره حتى ينقهر عليهم. ونفتهم انه مرته فد وحده عرمه ما تنجرع، وهو فد واحد فطير وقلبه طيب، وتقول له صار وياك. وباتشا ما راد يحكي لها الموضوع، فيقول لها الامبراطور ما قبل يقابلني. تقول له لو مكانك ابقى هناك الا اقابله يلا ارجع. يطلع باتشا يرتاح برا، وبهاللحظه يطلع كاسكو يقول تتذكروني اني نفسي اللي بالقونيه، ويقول للمخرج ترى لعبتها النفسي، ترى القصه علي مو على هذا ابو ثرب، اذا ما تصير زحمه عوفه وكمل سالفتي. وبهاللحظه باتشا يفتح القونيه ويطلع كاسكو بوجه، يتخبل ويقوم يصيح، وواحد مخترع من الثاني يلطم بالحائط. وباتشا يقول له لا تخاف انا ما ناوي اذيك. كاسكو يقول له ولك تأذيني شنو؟ ترى اقوم افشك مثل النفاخه. يركز بملامحه يقول له انا اعرفك، انت مو نفسك الفلاح؟ وباتشا يقول له هاي انت كاسكو. يقول له لعد منو؟ يقول له ها مو شكلك متغير شوي، اشو اسوي هيك؟ ولما يشوف ايده ينصدم ويروح ركض على المي ويشوف نفسه، يقوم يلطم ويقول راح ذاك وجه الحلو، وهو ما يدري وجه الصخله احلى من وجه القديم. المهم باتشا ابو قلب الطيب يحاول يهديه ويقول له اتذكر صار وياك قبل لا تتحول. وكاسكو يتذكر ويقول له انت اخر واحد اتذكرك، انت اللي حولتني لما شفتني اريد اخذ قريتك. وباتشا يقول له وحق ربك انا ما علي، صدق لو قال ابو المثل تجيك التهايم وانت تجرب عربانتك. وكاسكو يقول له لازم ارجع للقصر بسرعه، ازمه عندها مختبر سري لازم اروح له حتى ارجع بشري. وهو يكمش بالسياج ويتوجه ويقول له لك يلا امشي خذني للقصر حتى لما ارجع اخرب قريتك. وباتشا يقول له ما اساعدك الا اذا تنسى موضوع قريتي وتشوف لك مكان ثاني. كاسكو يقول له لا خلفة الله عليك وحتى مساعدتك ما اريده، ويعوفه ويمشي. وباتشا يقول له هذا الطريق خطر، انت ما تندلش راح يرجعك. وكاسكو يبقى يغني حتى ما يسمع كلامه. باتشا ينقهر عليه ويظل باله يمه. شباب هذا باتشا الاخلاق خاتمها على ايده، يعني حكي بيناتنا. المهم يدخل الغابه ويبقى يستهزئ ويقول يما هاي ورقه الشجره هسه تهاجمني، ويقول ها لك عمي انا القياده، انا الامبراطور ما اخاف من احد. وفجأة يطب بنص حيوانات ويقوم يرجف منها، يشوف ذبان أكلة العنكبوت. وكاسكو يقوم يخاف لما يشوف المنظر ويقول هذا أرعب منظر شفته بحياتي. يشوف الأشجار تتحرك ويخاف عباله يطلع له أسد ويطلع سنجاب. يقول له شبك تواوع لي ما شايف صخلة؟ ويضربه بالبندقة. السنجاب يضحك عليه وبهاللحظة يزلق ويوقع بنص الحيوانات المفترسة. يطلع على نفس السنجاب ينفخ له بالونه، يقول له ها اطقها؟ يقول له عليك الله لا تسويها. السنجاب يطقها وكاسكو يقول له هي ما حد قعد، ورأسا يقعدن ويصيرن عليه كض اخوك ليطيح. يركضن ورا لحد ما يحصرن على المنحدر. وبهاللحظة يجي باتشا على الحبل مثل الطرزان، بس لما يشوفه طلع قبل وجهه ينقلب. يقدر ينقذه ويلطمون بجذع شجرة وينلف الحبل عليها. وكاسكو يقول له بربك هذا هم منقاذ، لو عايفني يمهن احسن. وبهالاثناء ينكسر الجذع ويوقعون ويلعب بيهم طوبه، ويقول له تحضر اجانا شيء يخوف. يقول له لا تقول لي رح نوقع من الشلال. يقول له عافيه بالسبع. فعلا يوقعون من فوق شلال قديش كبره، ويشوف كاسكو غرقان فينقذه ويطلعه. يغمى عليه ويضرب بيه ويجرب اذاناته وماكو فايده. وكل ما باتشا يشعل له نار هو يطفيها. شباب هذا بس اذيه بي الله وكيلكم، لا نفع ولا دفع. ويقول الباتشا خرب ان شو وقت ارجع حتى ابني منتجع الصيفي. باتشا يعصب ويقول له هاي فوق مدى اساعدك، هو انتصر الصخله وعشر اريد احكي وياك.
ويقول له انت فد واحد مصلحتي ما يهمك بس نفسك. كاسكو يقول له عادي كل الناس تدري بي اني اكبر مصلحتي وماشي عدل وياي، بس انت راسك يابس. وباتشا طق روحه ويقول له نعل على والدي اللي يساعدك بعد، اذا ما تعوف قريتي مستحيل اساعدك. وكاسكو يبقى يقلد عليه ويستهزئ بيه. ولما يصير الليل كاسكو يكون بردان وباتشا يغطيه بملابسه، يقعد يشوفه هو اللي غطاه ويعرف بنفسه شقد كلب ابن كلب. بهاللحظة نشوف إزما مسوية مراسم تشييع جثته قدام كل الجنود وتقول لهم راح أبونا الغالي وتسوي له هوسات. وفجأة رأسنا الذب الأسود وتطلع متحضرة لابسة جو مال حفلات وتقول لهم يلا الحي أولى من الميت. وإزما تستلم الإمبراطورية بالكامل وتخلي شعاراتها بكل مكان. ولما كرونك يبدي يحضر له الأكل يتفصها ويقول لها كاسكو مات بس احتمال بعد عايش. إزما تقول له أريد أسمع منك إنه كاسكو مات. يقول لها يعني ضرورة تسمعيها مني. وإزما تتخبل وتقول لك شلون تخليه يعيش؟ لك هذا إذا يرجع لنا راح يهدم الإمبراطورية فوق روسنا، لازم نلقاه ونعلسه قبل لا يجينا القصر ويسوي لنا مشكله. يصير الصبح ويبدي باتشا يغسل وكاسكو يجيب له ملابسه ويقول له شكرا من ورا خشمه. وكاسكو بعد ما شافه هيك شريف يقرر يعوف قريته مقابل يساعده ويتواعدون على هالشي. يكملون طريقهم وهذا الدبة من وزنه ينكسر بيه الجسر، يبقى يصيح له يقول له تعال ساعدني. وكاسكو يباوع له يقول له ها شكو شي تريد، ويعوفه ويدق بيه الناقصه. وباتشا يقول له لك احنا مو تواعدنا. يقول له يا وعد حبيبي ابن ام وعد يا معود مو زين، انا كنت مقرر بس نوصل للقصر اسجلك مؤبد. ويقول له انا كنت مسايرك حتى توصلني للقصر. وباتشا يقول له عبالي صرت ادم وجريت عدل بس طلعت اسخل من الصخله. ولما دا يمشي ويعوفه هو هم يوقع من الجسر. باشا يقول له ها خما تأذيت؟ يقول له لا حبيبي ما بيا شي. يقول له حرامات وينط حيلزقه بالحائط. وباتشا يقول له طول عمري مقتنع انه الدنيا بعدها بخير بس لما شفتك طلعت صايره زباله. كاسكو يقول له لا حباب حسستني بالذنب بمشي ليك. ويبدون يتعاركون ويصير معابط، ينكسر بيهم الجسر ويوقعون من فوق، يوقعون بين جبلين ولازم يساعدون سوا حتى يطلعون. فعلا باتشا يلزم ايده ويبدون يصعدون شويه شويه، يوصلون للنهايه ويشوف الحبل. يبدي كاسكو يرفعه إله ويقول له زين انت مو سمين. وباتشا يقول له بس ثواني خلي اطلع الحبل. يقول له لا عادي حبيبي اذا تريد حتى اشرب نرجيله ما عندنا شيء. فعلا يوصل الحبل والعقارب تقوم تنزل على كاسكو والخفافيش قاعدين ويطلعنهم منها النقره، بس الحجاره تبدي تنهار وكاسكو على السريع يسحب باتشا وينقذه. باتشا يفرح يقول له انت نقذتني يعني انت قلبك لسه طيب وبخير. يقول له صدفه صارت، انا قلبي اخيس من الخيسه، لك خرب عيشتك، لك صرت صخله وبعدك تكابر بعش تتحول ابو الجنير. المهم كاسكو يقول له عادي ماكو واحد قلبه حجاره، وينصدم لانه يشوف اصها وانطى من نفسه. وباتشا يقول له شد حيلك طريقنا 4 ايام يلا نوصل. يقول له بس انا مصر على رايي انه اخذ قريتك. ويقول له قدامنا 4 ايام ممكن تغير رايك بيه. وبهالاثناء نشوف ازمه مسوي هودج على ظهر كرونك وراكبته مثل البعير، وهم طالعين للغابه يدورون على كاسكو. ازمه يلحقنها النحل ويوقع راسها بالخيسه وقوه سحبته كان ملصت رقبتها. يطلع لهم سنجاب وكرونك يحكي وياه ويعرف يحكي بلغته لين تعلمها بالجيش، ويفتهم منه انه شاف صخله تحكي فاتت بالغابه. وكرونك يقول له فدوى طولك الحلو بس دليني على مكانه. والسنجاب يقول له وحق ربك ما احكي ولا حكايه اذا ما تروح هاي السعلوه. فعلا ازمه تبتعد والسنجاب يدليهم باتجاهه. كاسكو وباتشا وهم يمشون بالغابه يشوفون مطعم مكتوب عليه ممنوع دخول الصخور. كاسكو يتنكر ويدخل على اساس مرتل باتشا. تجيهم المضيفه وكاسكو يطلب برياني وباتشا يطلب باتشا. ينزل الطلب وباتشا يبدي ياكل، وكاسكو الكيكه تلعب نفسه متعود على الاكل الغربي، ياكل كله بيتزا وريزو على اساس مثقف ابو القمل. ويقول له رايح للمطبخ ادور على اكل يعجبني. فعلا يروح وبهاللحظه يدخلون ازمه وكرونك للمطعم، وباتشا يسمع منهم انه يريدون يعلسون كاسكو باي طريقه. ينصدم وكرونك يطلب منه شطل ويقول له انا شايفك بس ذكرني وين. باتشا يقول له لا شايفك ولا شايفني، عوفني بحالي الله يخليك. يروح الكاسكو يبلغه، وبهاللحظه يجي كرونك وعلى السريع باتشا يختله بالمطبخ. يقول له ماكو وقت احكي لك امشي نطلع. يقول له يا باش نطلع جوعان كل شيء ما اكلت. ويعوفه ويدخل جوه. كرونك يتحول على المطبخ وكاسكو يوصيه على طبخه. يقعد ينتظر الطلب وازمه تصير قدامه وما حد يلمح الثاني، هذا يرفع الجريده وهاي تنزلها. واول ما تلمح شيء بسيط باتشا يشوفهم ويقول للمضيفه هاي عيد ميلادها اليوم، والمضيفه تدز فرقه مال حفلات عليها. وباتشا على السريع يطلع كاسكو برا ويقول لك اكو 2 كانوا يسالون عليك، واحد ضخم ووحده مسلوعه كانها سلبو. وكاسكو يفرح ويقول له انتهت مهمتك اتوكل لاهلك، هذول جماعتي هسه هم يرجعوني. باتشا يقول له يا معود هذول جايين يعلسوك. بس كاسكو ما يصدق ويقول له انت اول ما شفتك ما ارتاحت لك، انت ما تريدني ارجع الاصلي حتى ما ادمر قريتك، كل هالمدة انت كنت تمثل علي. ويصيح بيه ويطرده. يرجع لهم يختل ورا الزرع ويسمع ازمة ترزل بكرونك.
وتقول له لو ما هذا الثول اللي بيك كان هسه كاسكو ميت. ما تقول ليش قد زمال انت، انطيته جرعه مال صخور وخليتنا نتعب وندور عليه، كان هسه ميت وخلصانين، خلصنا من التنبله مالته على العرش. كرانكو يقول لها يا معوده حتى ما حد انقهر لما عرفوه بيه مات. كاسكو يسمعهم وكلش ينصدم وما يعرف شي يسوي، يرجع ركض مثل الحباب يدور على باتشا بس ما يلقى له اثر. الضيق بيه الدنيا ويكره حتى نفسه، يشوف قصره من بعيد ويكتله القهر بالزايد، منا متحول صخلة ومنا الزخة عالية ومنا بوحدة بالغابة مثل الكلب الأجرب. ابقى هيج أحسن لك، دير بالك تتنازل وتطي من نفسك. المهم بهاللحظة نشوف كرونك مثل الطفل حاضله دبدوب وإزمة مسربته بهالبرد، ولما يقعد يتذكر إنه اللي شافه بالمطعم نفس الفلاح اللي أخذ كاسكو بعربانته، ويقول لازم نوصل لقرية هذا الفلاح حتى نندل كاسكو. يدخل على إزمة يبلغها ونشوفها حاطة خيار بعيونها حتى تصير حلوة ما شاء الله، واضح الاعتناء بالبشرة. يوصل كاسكو المزرعة ويشوف كوم مال صخول، يروح يمهن وحتى الصخول ما يطيقنه، يدق الهبري ويقوم ياكل حشيش هو وطينته، وفجأة يشوف باتشا قاعد ويا الصخول ويروح له، كلش يفرح بيه ويعتذر منه على اللي صار، واول مرة يعتذر بحياته، ويقول له سامحني والله راح اجر عدل وياك. باتشا يوصل قريته وشياب اثنين يلعبون طاولي، يقولوا له اثنين من قرابك اجاوا يسألون عليك، واحد ضخم ووحده مسلوعة يخوفون بيها الجهال، وباتشا ينصدم ويعرف بيهم وصلوا لبيته، ونشوف زوجته مستقبلتها وتقول لها انت شو تصيرين من رجلي، وإزمة تقول لها اصير جدة نسيب رجل خالة بنت عمه شق المنشار، وزوجته تقول لها يا منشار الله يخليك هاي كوسرة. ونشوف كرونك يلعب ويا الجهال مثل الزعطوط، زوجة باتشا ما ترتاح لها وبس تريد تزحلقها وهي لازقة مثل العلج، وفجأة تشوف باتشا يصيح لها، وباتشا يلزم مرته يحكي لها السالفة كلها ويقول لها لازم نرجع للقصر ونساعده. فعلا باتشا وكاسكو بطريقهم للقصر، وزوجته ترجع للبيت تلهيهم شوية وتطببها بغرفة وتقفل عليها وتقول لها شنو هاي نسد الباب بالغلط. وباتشا وكاسكو يقطعون مسافة كلش كبيرة وهم بطريقهم للقصر، وكرونكو وإزمة يحسون باللعبة وينهزمون من البيت، وهم ترجع تركب عالية مثل الحصان وينطلقون للقصر. باتشا وكاسكو يوصلون للقصر ويدخلون للمعمل السري ويلقون 60,000 مستحضر، يدورون على المستحضر اللي رجع بشري ويلقوه مأخوذ، وفجأة تطلع لهم السعلوة تقول لهم تدورون على هذا، تنطي خنجر لكرونك وتقول له روح علسه، بس كرونك يرفض وضميره يصحى. إزمة تعصب عليه وتقول له امشي علسه لا طايح لحظك، انت كل شي ما تدبر حتى اكلك مو طيب، كنت غصبا علي اكله. كرونك يعصب ورأسا يختلف عليها، يقص الحبل وتوقع ثريا عليها بس ما تجي بيها، والعوبة ترفع العتلة وتوقع كرونك جوا، وتصير ماطل على المستحضر وكل ساعة واحد ماخذه، ولما يشوفه راح ياخذها توقع الباقيات عليها وتخبطها. إزمة تصيح الجنود عليهم وتقول لهم كتلوهم، هذول كتلوا الامبراطور، وباتشا يقلب عليهم المستحضرات ويحولهم حيوانات، وعلى السريع يلم الباقيات ويطفر بيهم. الحيوانات يبدون يلحقوهم وهم بطريقهم يجرب المستحضرات على كاسكو وحده وحده، ينطيه غير جرعه ويتحول فختيه، وكل ما تصير له فرصه شارخه بجرعه جديده وحتى حوت حوله، ولما ينطيه جرعه يرجع صخله، يقول ايه همزين رجع الصخله، تبقى بس جرعتين وواحده منهن ترجع بشري، ورأسا إزمة تطب لهم بدفره طشر الجرع، يتماطلون عليهن وتوقع واحده منهن على إزمة وتحولها بزونه، واول ما يريد يشربها تقمز على وجهه وتصير عليهم رامبو. باتشا ينشمر من فوق وقوه يلحق يكمش، وإزمة تاخذ الجرعه وما تقدر تفتحها، توقع على الطرف وتشيت وراها. كاسكو يريد ياخذها بس يشوف باتشا يريد يوقع ويعوفه ويروح يساعده، ويقول له تفكر باللي دا افكر بيه، ويسوون نفس الحركه اللي سووها قبل ويصعدون فوق للجرعه يجيبوها، وبعد الجر والعار يقدرون ياخذوها وكاسكو يشربها. فعلا يرجع انسان ويصير ادمي ويعتذر من الحجي، ويقول له حجينا العزيز مسحب لحيتي بعد ما شبرك والله. يشوف باتشا يروح له ويقول له انت ساعدتني ووقفت وياي ومستحيل اغدرك وتراجع بكلامي، انا صرت ادمي وعرفت السوالف مال مزعطه، حياة الصخول تخليك تعرف قيمة هاي الحياة. ويقرر يعوف قريته ويسوي منتجع الصيفي بالقرية اللي بصفه، فعلا يبني منتجع الصيفي ويقوم يلعب وياهم ويصير صديق العائلة. ونشوف كرونك لازم جهال المنطقة ويعلمهم يحجون ويا السنجاب، اما إزمة ظلت متحولة عشوة للأبد. شباب هاي تبقى عتوة احسن، الله وكيلكم قسعة مخرعتنا بخلقتها الزفرة. ولهنا والله ويخلص الفيلم.